إزاي الألوان بتتحكم في إحساسنا ومشاعرنا في الفيلم؟ طيب، بما إن الفيلم مبني في الأساس على سرد قصة، الألوان في السينما بتعتبر لغة سردية زيها زي الحوار بين الممثلين. الألوان عند البشر عمومًا ليها رمزية بتختلف من ثقافة للتانية، يعني لو قُلت لحد من الوطن العربي لو شُفت أخضر هتفتكر إيه؟ هيقول لك الجنة، ولو شُفت أبيض هيقول لك السلام والفرح، ولو قُلت له أسود هيقول لك الحزن والحداد، مع إن ممكن في ثقافة تانية الأبيض يكون لها هو لون الحداد. لكن في صناعة الأفلام الوضع مختلف، المخرجين اللي بتذاكر وبتعامل السينما على إنها صناعة مبنية على علم وفن، مش مجرد إنها تعمل فيلم وخلاص، فهمت الcolor psychology واستخدموها كأداة سردية بتعزّز نقل مشاعر الفيلم للمشاهد. بنشوف مثلًا في فيلم ماتريكس اللون الأخضر هو الطاغي على الفيلم، لإن هو بيساعد في توصيل الإحساس بإنه عالم رقمي خيالي وفيه غموض. مثلًا في فيلم sin city فيلم كله بالأبيض والأسود، لكن اللون الأحمر هو اللي بيبان كرمز للعنف والانتقام. والأحمر نفسه في فيلم هير المخرج استخدمه في معظم الملابس والديكور عشان يعزّز الشعور بالدفء والرومانسية، والأزرق بيرمز للعزلة والسلام الداخلي مثلًا زي ما شُفنا في أفاتار، وأوقات بيستخدموه كرمز للحزن والبرود زي بليد رانر. الألوان في السينما بشكل عام مش مجرد اختيار بصري، لكنها بتبقى لغة سينمائية بتتحكم في مشاعرنا وتوقعاتنا بدون ما نحس، وكل لون له تأثير نفسي بيأثّر على طريقة استقبالنا للمشهد والقصة ككل. سلام.